هلو يا أبطال الويلنس، عاملين إيه؟ فاكرين أول خطوة خدناها سوا المرة اللي فاتت لما اتكلمنا عن صعوبة البدايات وإزاي نتغلب عليها؟ أوكي، أنا بدأت. طب وبعدين؟ كتير بعد ما نتشجع وناخد الخطوة إننا نبدأ بنعطل فجأة، بنحس باللخبطة. أنا أخدت الخطوة ومشيت شوية بعدين وقفت، ومش عارف أرجع لورا ولا أكمل. طب لو كملت أعرف إزاي إني ماشي صح؟ النهاردة هنكمل المشوار ده ونعرف إزاي نكمل ونوصل ونتغلب على لحظات اللخبطة والإحباط اللي أكيد وطبيعي إنها تقابلنا في طريقنا. أنا هايدي، وزي كتير مننا عارفة إحساس حماس البدايات بعدين فقدان الشغف واللخبطة اللي بنحس بيها في نص الطريق. عشان كده في دولنا سكواد النهاردة هنعرف أكتر عن إزاي نحافظ على استمرارية رحلتنا. أنا مبسوطة جدا إن حضرتك معايا تاني النهاردة. أهلا بيكي، أنا اللي مبسوطة. أنا معايا مس دينا النحاس، لايف كوتش، سكول ليدر، فاوندر اوف بي بوزيتيف and I can't stress it enough. مربية أجيال، أنا متمسكة بمربية أجيال. أنا متمسكة بيها جميل. بجد. دي لقب يعني أشيله فوق راسي بجد زي ما تبقي شايفاه كده يعني. طيب احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا على إن احنا نبدأ ننط في البحر، صح زي ما حضرتك قلت. طيب نطينا في البحر، ايه بقى اللي بعد البداية؟ يعني اوكي، انا اتحديت الخوف، اتحديت فكرة طب ما ممكن افشل، طب ما حد هيجادج مي، ونطيت في البحر وبدأت. فجأة بقى لقيت نفسي وقفت في مكان جديد عليا ما جيتوش قبل كده، ومش عارفة ارجع ولا اكمل. لو كملت اكمل ازاي؟ ازاي اتعامل بقى مع المشاعر اللي بتطلع في الوقت ده اللي هو ارجع ولا اكمل؟ طيب خلينا نتكلم على إن لما هننط في المية أو هننط في البحر إحنا لازم ناخدها الأول خطوات ستيب باي ستيب. يعني ما ينفعش أكون أنا ما بعرفش أعوم وأروح نطة في مية غريقة، يبقى أنا كده بحكم على نفسي بإن أنا ما أعرفش أكمل من الخوف، من السكيلز، من حاجات كتيرة ممكن أبقى مش شايفاها طول ما أنا مش عارفة أعوم. فده ممكن يقلل الخطوة إن أنا أطلع لقدام. لكن هنط في المية زي ما قلت لك، مية ساقعة ليا طول، كميتافور طبعا احنا بنستخدم ده as a metaphor يعني. فلما اخد الخطوة مثلا هتعملي مثلا البودكاست، نفسي اعمل بودكاست بس خايفة. لا، انا هلزم نفسي ان انا ارتب ان انا هقابل حد معين مثلا I trust او بي make me feel confident او comfortable، واقعد معاه واتكلم معاه، فبالتالي اعرف اطلع احسن ما عندي. هي دي نطة في المية، نطيتي you took an action. بدل ما انت قاعدة وعمالة يا ريتني ومش يا ريتني what if بعد 5 10 20 سنة تقعدي تفكري what if ايه المشكلة لو كنتي عملتي الكلام ده كله. what did you miss؟ هتلاقي نفسك I missed حاجات كتيرة عشان انت كنت خايفة، I missed opportunities كتيرة عشان كنت خايفة. فكل ما تجيلك فرصة لحاجة جديدة هتسيبي الكومفورت زون بتاعك. why not نطي في المية وجربي. if you don't feel comfortable that's fine، ده طبيعي في الأول، بس you'll get used to it. وممكن تكتشفي في نفسك حاجات، ممكن تلاقي نفسك اللي هو ايه بدأتي تستخدمي شوية سكيلز انت ما كنتيش تعرفي ان هي موجودة. فكنت بس عايزة أأكد على حتة إن إحنا ننط في المية. طيب إزاي نشجع بقى نفسنا إن إحنا بعد ما نطيت خلاص أنا نطيت في المية، طب أنا هعمل إيه بقى؟ أرجع I don't feel comfortable. لازم يبقى معايا accountability partner، حد من صحابي، حد من زمايلي I trust، ويبقى على طول بيشجعني ويفولو اب معاه. ايه الاخبار؟ عملتي ايه؟ كتبتي سكريبت؟ طب هتصوري امتى؟ طب هتسجلي امتى؟ ما يحطش عليا بيردن، بس في نفس الوقت يبقى في حد pushing me forward ان انا احقق النجاح اللي انا نفسي ان انا اعمله. celebrating the wins دي تاني استراتيجي. يعني ايه celebrating the wins؟ يعني مثلا انا كان نفسي اعمل بودكاست، عملت بودكاست، اجيب لي نفسي شوكولاتايه، ستيكر، قلم، كتاب، انزل اقعد في كافيه اشرب عصير او كابتشينو او اي حاجه. very small win I'm celebrating it وبشجع نفسي. فاكره الحلقه اللي فاتت احنا اتكلمنا على السلالم وان احنا اللي بينط كذا سلمه مع بعض ونطلع سلمه سلمه. كل سلمه بتطلعيها او كل خطوه بتاخديها celebrate the win بتاعتها. ودي حاجه من الحاجات اللي انا اتعلمتها في الكوتشنج. let's celebrate اي خطوه احنا خلصناها باي حاجه بقى انت حباها. طيب حضرتك لفتي نظري النقطة، لو هنط في البحر
اعرف ان انا انطه في مكان مناسب مش في الغريب. صح. طب انا ازاي اعرف ان انا الخطوه اللي اخدها او النطه اللي اخدها دي يعني شجاعه ولا تهور؟ آمم الطبيعي إن أنتِ لمّا بتيجي تفكّري في أي مشروع أو أي task تاخديها، أنتِ بتبُصّي على الpros and cons what إمم. if هل هي مستاهلة؟ آه مستاهلة، بس أنا لو خرجت برّه الcomfort zone بتاعتي أنا ممكن في حاجات كتيرة ما أبقاش عارفاها، إيه المشكلة؟ ما أنتِ you're here to learn. أُمّال إحنا بنتعلم إزاي؟ طب what if لو عملت mistakes everybody makes mistakes. إيه Yes. المشكلة لمّا تعملي mistakes؟ we're learning from our mistakes. ده يا ريت يا ستي تعملي غلطات وأخطاء وتتعلمي منها، عشان I believe إن الأخطاء أكبر مُعلِّم لينا. سيبِك من الtheories اللي بندرسها والكُتب والحاجات اللي بنقعد نقراها ونتعلمها، لكن لمّا بتنزلي in action it's totally different. فwhy not جرّبي وشوفي. غلطتِ، إيه يعني؟ جرّبي تاني وهتعمليه. دايمًا باقول mistakes happen، لكن لو اتكرّرت يبقى ساعتها it's not a mistake it's a choice. يبقى أنتِ اخترتِ إن أنتِ مصممة بقى، وده طبعًا بنشوفه في أمثلة كتيرة إن الناس بتكرّر أخطاء، أخطاء، أخطاء هي ما بنتعلمش منها. دكتور محمد طه في كتاب في دايرة الرحلة اتكلم إن إحنا في أخطاء كتير أو في تصرفات كتير بنفضل نعيد ونزيد فيها وبناخد نفس النتيجة. طب إحنا اتعلمنا إيه من التصرف ده أو من الخطأ ده؟ فأنا محتاجة إن أنا أتعلم منه تاني، أبقى عارفة كويس أوي وأبقى متحملة بقى نتيجة القرارات اللي أنا باخدها. في حاجة كمان من الحاجات اللي دايمًا باحب أشتغل عليها سواء مع parents أو students أو teenagers أو teachers الvalidation of the emotions. validate بالضبط. أنا خايفة، إمم. أنا مرعوبة، أنا عصبية، أنا متعصبة، أنا متوترة، أنا فرحانة، أنا مبسوطة. ما تعودناش يا هايدي إن إحنا to express ourselves freely. Yes. وأنا مبسوطة أوي إن lately مع ظهور coaching وظهور positive psychology وظهور الwell being especially الpositive psychology لمّا بيتكلم على الart of well being اهم. art of how to flourish وhow to get happier. بالtools اللي الpositive psychology بيتكلم فيها to boost الwell being ده بيساعدنا إن إحنا نvalidate الemotions اللي موجودين فيها، نappreciate يبقى عندنا sense of gratitude. ممتنين للناس في حياتنا، ممتنين للنِّعَم اللي ربنا مدّيها لنا، ممتنين للشغل بتاعنا، للدراسة، لحاجات كتيرة أوي. كل ما بنتعلم وكل ما بنقرا في المجال ده، كل ما بتكتشفي حاجات بتساعدِك إن أنتِ تبقي more resilient. إن لمّا بتتحطّي في مواقف أو بتتحطّي في مشاكل أو ضغوطات اللي كُلّنا بنمُر بيها دلوقتي اهم. سواء مادية أو نفسية، إزاي يبقى معاكِ tools إن أنتِ ت تعرفي ترجعي تقومي تُقفي تاني. كام واحد فينا من صحابنا، من قرايبنا، من معارفنا، من زمايلنا اتعرّض لمواقف الفترة اللي فاتت؟ كلنا. كُلّنا. في اللي بيبقى عنده الups and downs في حياته عالية شوية، في الdowns بتبقى كتيرة شوية ما بيبقاش قادر إن هو يقوم يُقف يكمّل. في اللي بيحاول إن هو أصلًا ما يُقعش ما يقعش. ويكمّل على طول. life is full of ups and downs فembrace the moment سواء up and down. ولو أنا up enjoy الfeeling of achievement وcelebration. لو أنا down محتاجة إن أنا أشوف ربنا عايزني أتعلّم إيه، ربنا عايز يوصّل لي رسالة معيّنة أنا مش شايفاها. يمكن ربنا عايز يسمع صوتي مثلًا زيادة شوية، أشوف ربنا بيعمل الحاجات دي كلّها معايا ليه. فأنا شايفة إن إحنا if we validate الemotions اللي إحنا حاسين بيها، إمم. وكنا عندنا صراحة وتصالح نفسي مع نفسنا، ده هيساعدنا إن إحنا نقوم ننفّض التراب اللي علينا بعد ما وقعنا، ونقوم نكمّل تاني لغاية ما نوصل للdestination اللي إحنا حاطينها لنفسنا. طيب كتير مننا بقى أنا نفسي كنت باعمل كده إمم. زمان. أخدت أول خطوة ومشيت شوية. من ضمن الأسباب اللي بتخلّي حد إن هو يحس بالإحباط إمم. إنه بيقارن نفسه بحد تاني، ممكن يكون بدأ معاه في نفس الوقت أو بعده بس وصل حتة أبعد شوية. فممكن نتعامل إزاي مع الإحباط ده؟ بُصّي بقى، هارجع تاني للpositive psychology.
في موديل اسمه بيرما موديل. بيرما بيتكلم على هو ال P stands for positive emotion، ال E engagement، ال R relationship، ال M meaning، ال A achievements و accomplishments. فلو مسكنا ال M اللي هو ال meaning، ايه ال meaning of life عندك انت كهايدي؟ ايه ال life purpose بتاعك؟ ربنا بعت كل واحد في الحياة اللي احنا عايشينها، في الأرض اللي احنا عايشين فيها، سواء هنا أو في بلد تانية أو في قارة تانية، عشان نوصل رسالة معينة، أو عشان نعمل حاجة معينة نسيبها الناس تفتكرنا بيها. نبقى محظوظين جدا لو عرفنا المينينج اوف لايف لينا، او اللايف بيربز بتاعنا. ودي حاجه من الحاجات اللي البوزيتيف سايكولوجي بيساعدنا ان احنا نديك ديبر عن ما احنا عارفين نفسنا اكتر، عشان نعرف ايه المينينج اوف لايف او ايه اللايف بيربز بتاعنا. دي حاجة من الحاجات اللي ممكن تساعد. حاجة تانية ان نعمل small chunks، يعني مش لازم ان احنا ناخد خطوات كبيرة او نعمل تاسكس كبيرة. لو عملنا حاجة بسيطة ونسليبريت ان احنا وصلنا للاتشيفمنت ده هيخلينا نبقى متمسكين بالتارجت بتاعنا. حاجة أساسية قبل ما نتكلم بقى في أي حاجة خالص، لازم يبقى عندي جول أو تارجت. الناس اللي بتبقى ماشية كده، يعني كان مرة ستيفن كوفي قال اكزامبل عجبني قوي. انت لازم تبقى عارف انت رايح فين. انت ما بتركبيش الطياره وتقولي على حسب انت رايح فين. رايح موسكو انا جايه معاك، رايح الاقصر انا معاك، انت هنا في اسكندريه تمام. ده ما بيحصلش. ما تروحيش محطه القطر وتقولي على حسب القطر. انت بتروحي عشان انت عارفه ان انت عايزه تروحي اسكندريه، destination معين. فبالتالي هتركبي القطر عشان تروحي اسكندريه. فهو ده نفس الحكايه، انت لازم تحددي انت عايزه ايه، بتدرسي ليه، ايه الهدف من الدراسه بتاعتك، ايه الهدف من ان انت تقري كتاب معين بطريقه معينه، ايه الهدف من الحاجات دي كلها. ف once ان انت you set life goal او goals كده every now and then كده you visit، بتلاقي الدنيا بتبقى مختلفه تماما وبتعرفي توصلي للي انت عايزاه. يعني ممكن ببساطة أفكر نفسي إن أنا راكبة في قطر مختلف عن الشخص اللي أنا بقارن نفسي بيه راكبه. أنا رايحة destination غيره، فما ينفعش أقارن نفسي بيه. طب انا عايزه اقول لك على حاجه، وريني ايدك كده. حلو. بصي ايديا. How many fingers do we have? We have 20 fingers. 20 fingers على بعض. 20 fingers بدifferent shapes. fingerprints. prints. بدifferent shapes. بدifferent colors. شكل ايدينا مختلف. مع ان هي نفس الايدين. ممكن انت تستخدميها استخدامات غير، ممكن انت تبقي عايزه تكتبي اكتر. انا بالنسبه لي احب اسمع موسيقى اكتر. بس هي ربنا مديها لنا، انت هتستخدميها ازاي؟ صح. ايديكي انت، بصي لايديكي، بصي الاندكس فينجر عامل ازاي، بصي صباعك ده عامل ازاي. في ايديكي انت صوابعك مختلفه، فطبيعي ان احنا نبقى مختلفين. المهم انت باصه لنفسك ازاي. ده مش معناه ان انت ما تشوفيش what's going on around you. كان في برضو حاجه كنت قريتها كانت عجبتني جدا. كان في قصه عن frogs، ضفادع، وكان في deaf frog، فما كانش بيسمع بس هو شايف. فكان بيعملوا زي سباق، فالضفادع التانيين عمالين يقولوا له مش هتوصل مش هتوصل، هو شايفهم عمالين يستخدموا ايديهم ويعملوا حركات كده، فهو افتكر ان هم بيشجعوه. لو كان سمع هم قالوا له ايه ما كانش فعلا وصل، كان حصل احباط رهيب. لكن هو شايف ان في ناس بتشجعه. هنرجع تاني اللي انا قلته لك قبل كده، خلي يبقى معانا accountability partner. احنا عملنا ايه؟ برافو، وصلنا للحته دي، برافو، حلوه قوي. شيء لذيذ ان انا ابقى بتطلع لحد معين، بس انا ليا الفليفر بتاعي، ليا التيست المختلف بتاعي. فانا مش لازم ابقى ريبليكا وكوبي من فلان الفلاني. مثلا انا بحب روبن شارما، بحبه جدا. اوكي. بس انا مش كوبي من روبن شارما،
انا بحب الانسبيريشنز اللي بيقعد يقولها، بحب الطريقه اللي بيقعد يتكلم بيها، بلقط منه حاجات بتعجبني، بس في بقى بالفليفر بتاعي انا كدينا. صحيح. انا فاكره لما كنا بناخد في مدرسه من المدارس كنت بشتغل فيها، اخدنا certificates ان احنا نبقى certified teachers ل 7 habits of highly effective people. ففاكره ان كان في كتاب اسمه The Leader in Me، كان ستيفن كوفي بيتكلم ان كل الستودنتس are leaders، بس كل واحد leader في حتته، زي بالظبط هاورد جاردنر لما بيتكلم على المالتيبل intelligences. ممكن يبقى عندي كل الانتليجنسز، بس عندي 1 or 2 هم دول اللي بيكفل او دوميننت عندي. ده مش معناه ان انا مش كويسه في الباقي، بالعكس انا باكسل في الحته دي. حاجه من الحاجات برضو اللي جميله وليها علاقه باللي احنا لسه بنقوله، البوزيتيف سايكولوجي. البوزيتيف سايكولوجي بيقول لك what's going right with you، انت كويسه في ايه، انت شاطره في ايه، وتعالي نشتغل عليه عشان تبقي اشطر. السايكولوجي بقى، الاوردينري سايكولوجي او النورمال سايكولوجي بيقولك what's wrong with you، انت عندك مشكله في ايه، انت لازم تصلحي الحته دي عشان تبقي احسن من الاول and so on. طبعا ده غير الحاجات التانية اللي السايكولوجي بيشتغل عليها، بس كانت من الكومباريزن بين ايه الفرق بين السايكولوجي والفرق بين البوزيتيف سايكولوجي هي الحتة دي. فتخيلي بقى لما انت تبقي عارفة البوينتس اوف سترينث بتاعتك. تاني انا عشان انا مقتنعة قوي بالبوزيتيف سايكولوجي and I totally believe in it. بيبعت لك لينك دكتور مارتن سيليجمان the guru of positive psychology، بيديكي لينك عشان انت تعرفي الكاركتر سترينث بتاعتك عاملة ازاي، انت شاطرة في ايه، انت بتكسل في ايه التوب 5 signatures بتوعك. هو بيقول ان كلنا عندنا ال 24 نقطة قوة، بس كل واحد ليه 5، هو ده لو استخدمهم هيعرف يعيش حياته احسن، هيعرف يفلورش اكتر، هيعرف يزدهر بقى في الافكار ويطلع بره الكومفورت زون لو هو حابب يطلع بره الكومفورت زون. أنا عايزة أقول حاجة بس في النقطة دي، إن الحاجات اللي ساعدتني أفهم فكرة إن إحنا عندنا فروق فردية being a teacher. طبعا حضرتك فاهماني وأي teacher سمعنا فاهمني. آخر كل week on Thursday بشوف مين هيبقى our star. مش بختار star واحد، أنا بختارهم وكل حد في حاجة مختلفة. the most helpful اللي بيخلص ال assignment on time، اللي الدروينج بتاعته amazing، اللي بيkeep following rules all the time، اللي بيفكر صحابه. فكل واحد بحس إن هو كلنا stars بس فروق مختلفة. صح. فده خلاني أكتر أشوف ده فعلا في الحقيقة. صح. يعني زي ما أنا شايفة my children في الكلاس كل واحد هو ستار. فلا احنا فعلا كلنا كده. دي حقيقة. هتلاقي عندك الستار في الماث، وهتلاقي عندك الستار في الريليشن شيبس، وهتلاقي عندك الستار في المانجمنت، ان لو انت مش موجودة هتلاقي حد يروح قايم هو اللي مظبط الكلاس وموقفه كده ومظبطه كده من غير التيتشر اسيستنت. هتلاقي الرول ده بيطلع على طول. ممكن ما يبقاش شاطر في الماث او في الانجليش او في الساينس او في وات ايفر، بس عنده الملكة بتاعة الليدرشيب سكيلز او عنده الانتربيرسونال سكيلز عالية. فممكن حد يبقى شاطر جدا في الرياضة بس مش شاطر أكاديميكي. ممكن حد يبقى شاطرة جدا في الكتابة، بتكتب عندها ملكة الكتابة، بس في الماث ما بتحبش الماث. شيء وارد. فكرتيني بمرة كنت بدرس ماث وكان عندي بنوتة ما كانتش بتحب الماث مع إن مامتها وباباها كانوا مهندسين. فكانت دايما الأم لما بقعد أتكلم معاها فتقول لي أنا مهندسة وباباها مهندس يبقى هي لازم تحب الماث. لا، هي مش لازم خالص. على ما أقنعت الأم إن هي مش لازم تحب الماث، ده أخذ وقت جامد جدا. طبعا هندخل بقى في الفيكست مايند سيت والجروث مايند سيت، وعندها استعداد إن هي تتقبل إن في شورتج في حاجات معينة ولا لأ and so on. لكن هو مش لازم إن أنا عشان أنا دكتورة أطلع ولادي دكاترة. الستيريوتايب بتاع زمان ده ما بقاش موجود قوي دلوقتي. هو لسه ستيل موجود برضو عشان لكن مش بنفس النسبة بتاعت زمان يعني. تمام. أنا بقى عايزة أتكلم في نقطة مهمة قوي. حضرتك قلتي من الأول إن إحنا محتاجين ناس تدونا سبورت. إزاي بقى يبقى وجودهم مهم أكتر من مجرد إن هم دي فولو أب؟ يعني هل ممكن they give me support من غير ما يكونوا عارفين أنا بعمل إيه بالظبط؟ لو أنا مثلا حابة to keep the project to myself، يعني إزاي أعمل بالانس ده؟ لأن بعض الناس
بيحبوا حياتهم برايفت شويه، بس في صح. نفس الوقت they need support. صح. وبرضو حاجه تانية، لو في ناس ما عندهمش ناس في حياتهم او ما عندهمش صحاب كتير او their family are not supportive خالص، they are alone، ممكن يعوضوا ده ازاي؟ يعوضوا ده ازاي؟ ان هم يسبورت themselves. انا فاكره كنت بحضر مره تريننج والانستراكتور كان بيقول كلنا بنبقى عايزين حد يطبطب علينا، صح؟ حقيقي. بيجي لنا اوقات بنعيط، بنبقى متضايقين، حد يقول لنا معلش، حد يقول لنا this too shall pass. كلنا محتاجين الحد ده في حياتنا يعني. طب وات اف انا ما لقيتش الحد ده في حياتي، هعمل ايه؟ هطبطب على نفسي. فبالنسبة لي كانت اي اوبنر ان ايه ده، اطبطب على نفسي، هو انا ممكن ادي سبورت لنفسي. دخلنا بقى في حتة السلف لاف والسلف كير وان انا احنا اتعودنا ان احنا ناخد بالنا من الناس، لحسن الناس تقول، لحسن الناس تعمل، لازم مش عارفة نعمل ايه. طب انا مين بقى اخد باله مني؟ محدش. لان احنا في المقابل مستنيين الناس تطبطب علينا فانا زي ما طبطبنا مستنيه عليهم. الفاليديشن من بالظبط. الناس اللي تطبطب عليا زي ما Not انا ending cycle. انتي طبطبت عليهم. بس ده مش هيحصل، وده هيقابلنا في الحياه، ما كانش قابلنا اوريدي. بتقفي جنب ناس وبتطبطبي عليهم وبتبقي معاهم في مواقف سند وظهر، وبتكتشفي ان في مواقف انتي محتاجه حد ياخد ايدك بس كده ويطبطب عليها، ما بتلاقيش حد. This is life. Sometimes ممكن نتعرض لمواقف زي كده، هنقع بقى وننهار ونقول أنا ما فيش صاحب يتصاحب وخلاص ما فيش أي حد كده حواليا يديني support. خلاص هي بتوجع وبتبقى very painful، عشان I've been through this phase very painful. لكن بنرجع نقوم نقف تاني. وبتعلمك ان انتي تكتشفي انك تقدري تسبورت يور سيلف. هقولك بقى على حاجة، تقدري تسبورت يور سيلف لو انتي كونكتد مع ربنا. حلو. عندك يقين عالي، عندك ثقة وحسن ظن بربنا، ان في اهلك الحالات، في اوقات بيجي لنا اوقات ما بيبقاش معانا ولا مليم في جيبنا، بتحصل. انت عندك ثقة ان ربنا حطك في دقيقة عشان تتعلمي حاجة معينة، عشان تتقرسي في حاجة معينة، عشان تاخدي بالك انت بتصرفي في ايه. بس هيفتح، انت متأكدة، مع ان هو انت مش شايفة اي بوادر لأي حاجة، بس انت عندك ثقة من جواكي ان هي هتحصل. وبتلاقيها بتحصل. فأنا شايفة الجود كونكشن مع ربنا، سواء صلاة، سواء مديتيشن رائع يا هايدي، and you connect مع ربنا. وفي الأول وفي الآخر احنا ما بنعملش أي حاجة إلا لما هو اللي بيدينا البوش إن احنا نعمل. طيب النقطة المهمة، ازاي ممكن نبالانس بين ان انا اخد سبورت وبين ان انا اشير every step of my life؟ يعني الفرق بين ان انا اطلب السبورت بالطريقة الهيلثي وبين ان انا اوفر شير وعايزة حد جنبي طول الوقت. set your boundaries. ده الحل. set your boundaries مع أصحابنا، مع أهالينا، مع زمايلنا، في boundaries you shall never cross. لا انتي ولا غيرك، وانتي الوحيدة اللي مسموح لك ان انتي تفتحي المساحة بتاعة الباوندريز دي. فده اللي انا اقدر اقوله، ان you have to set your boundaries. مش كل حاجه بتتقال، مش كل حاجه بتتعرف، لكن انت بتبقي عارفه بقى، انت المفروض يبقى عندك بقى الخبره والثقه الكافيه، ان عارفه فلان لو قلت حاجه مش لازم اتكلم بالتفصيل، مش لازم اقول، ممكن ادي هنت، ممكن ادي فكره، ممكن ما اتكلمش خالص. شوفي مين اللي انت you can trust ان انت تتكلمي معاه، شوفي مين اللي انت تثقي في ذوقه وتثقي في رايه، لان في ناس كتيره ممكن تبقى حوالينا ما تبقاش مبسوطة من نجاحنا. ده حقيقي. فبالتالي ممكن يحبطونا، مش هتعرفي توصلي. كان غيرك أشطر. في مليون واحد عمل اللي انتي قلتيه ده، مش انتي اللي هتطلعي تبقي يعني مختلفة. if you believe in yourself you can do it. طيب أنا عايزة بس أرجع تاني نفيزت نقطة أهمية إن نحدد small chunks زي ما حضرتك قلت لي، وستبس وسلمة واحدة واحدة. احنا بقى مش في مرحلة البداية، احنا في مرحلة ان احنا خلاص بدأنا دلوقتي I'm feeling lost و I wanna be back on track تاني وارجع تاني الخطوات. شوفي منتور، شوفي حد يكون سبقك وعمل اللي انتي نفسك تعمليه او وصل اللي انتي نفسك توصلي له، كلمي معاه. seek his advice either paid or barter deal. ممكن انتي تقدمي سيرفيس مقابل ان هو او هي يديكي الافكار او جايد لاينز او جايدنس حتى تبقي محتاجاه. وجود منتور في حياتنا مهم جدا.
أنا عندي الحمد لله ربنا رزقني mentors حلوين قوي في حياتي، في حاجات معينة بجت باك ليهم وأسأل وأنا متأكدة إن هم بيدوني من الخبرة بتاعتهم. وفي الباور اوف سيرفيس كان روبن شارما برضو اتكلم عليه. when you offer service أو community service لأي حد أنت بتحسي إن أنت you're giving your time you're giving it away as a sort of token أو as a sort of gesture منك للي قدامك. يعني أنا لو أنت مثلا متضايقة أو أنا متضايقة ومحتاجة إن أنا أقعد أرغي معاكي وأفضفض معاكي، أنت قاعدة بتسمعيني، أنت you're giving your time ليا في سبيل إن أنت تطمنيني، تهديني، تخليني حاسة إن أنا بقيت أحسن. وده إحنا بنعمله as teachers بالظبط. لما بنقعد نسمع الولاد وناخدهم في حضننا ونقعد نتكلم معاهم وطلعوا كل الحاجات اللي هم بيبقوا متضايقين منها بعد ما بيخلصوا كلام وبعد ما بيرجعوا لنا بالحاجات اللي هم عايزين يسألوها and they seek our advice وإحنا بنقولها لهم بمنتهى الأمانة. اتفرجي على عينيهم بتبقى عامله ازاي، لان انت اكيد بتشوفي الكلام ده عندك في الكلاسز اللي انت بتدرسيها. وعنينا احنا كمان، انا كمان بحس ان انا بتحسي ان انت you're giving back للحياه اللي انت عايشاها. انا واحده من الناس انا بفكر كده ان لما بساعد حد انه يبقى احسن او يفكر في الدنيا بصوره احسن او يرتب افكاره، بحس ان انا بحمد ربنا عن طريق الموضوع ده. اتس واي ان انا بقول لربنا الحمد لله على النعم يعني. طيب في المرحله دي بقى، هل أنا المفروض تستيك للبلان اللي أنا محدداها من الأول وبدأت عليها، ولا من الأحسن إن أنا أبدأ من الأول؟ يعني لقيت نفسي أنا ستاك مش عارفة أرجع ولا أكمل وحاسة بالإحباط، حاسة بالقلق، هل أرجع تاني وأفكر نفسي بالبلان الأساسية ولا أقعد وأبدأ من الأول وجديد؟ بصي بحب قوي لما نعمل حاجة جديدة، بحب قوي أعمل فيجن بورد. أنا بحب الفيجن بورد جدا. الفيجن بورد سحرية وأنا جربتها بصراحة. لما ببقى كنت عايزة أعمل البروجكت بتاعي I visualized البروجكت عامل ازاي وشكله عامل ازاي ومين اللي هيبقى موجود معايا وهتكلم في ايه وهعمل ايه، وكل ده استخدمت صور. لما بدخل في بروجكت جديد او بعمل حاجة جديدة بستخدم الفيجن بورد. even السنة لما ببقى داخلة على سنة جديدة، طب أنا عايزة أعمل ايه؟ عايزة أركز على الويل بينج، عايزة أركز على الويل بينج لمين؟ طيب للتيتشرز لكله. طب عايزة أعمل ايه؟ عايزة أعمل ايفنت كذا، عايزة أعمل مش عارفة ايه. فبتساعدني إن أنا دايما أنا الحاجات اللي أنا حطاها قدامي بفتكر إن أنا عايزة أوصل لها، فبالتالي هي قدامي فما بتروحش من بالي فبوصل لها. الفرق بين الدريم والجول، الدريمز حاجات كتير احنا بنحلم بيها بس ما خدناش ليها اكشن، لكن لو حطيت جول ووصلت له وبدأت اخد اكشن يبقى خلاص انا في السبيل ان انا اوصل للجول واحقق الجول بتاعي، وساعتها احلى سيلبريشن بقى ممكن تعمليه. بمناسبة الفيجن بورد، هو فعلا المفروض الفيجن بورد ان انا ازورها كل كام شهر واتاكد انا ماشيه ازاي، وممكن اعدل حاجه او اغير حاجه. دي حقيقة. فانا دي حقيقة. طيب اخر حاجه بقى، ايه بقى اهم نصيحه ممكن تديها لحد لقيتيه ستاك، قالك اوكي انا نطيت في البحر ودلوقتي انا ستاك مش عارف ارجع ولا اكمل قدام ولا اعمل ايه؟ اديله نصيحه. اديله نصيحه، خد بريك. حلوه دي، قويه جدا. انا موافقه. لا خد بريك. سيريس بجد، خد بريك، لان I was stuck before في حاجات كتير. فشديت الفيشه، مش لازم ابقى شغاله طول النهار، مش لازم ابقى على طول حاسه ان انا بعمل ده وبعمل ده وبعمل ده وبعمل ده I'm stuck. شدي الفيشه، اخرجي، اتمشي، ريحي دماغك، كلمي حد بتحبيه، غيري الروتين اللي انت بتعمليه. بتروحي طريق مدرستك مثلا او شغلك من طريق معين، غيري الطريق وروحي من حته تانية. كلمي ناس بقالك زمن ما تعرفيش عنهم حاجه. communicate with strangers. طبعا strangers مش بمعنى strangers ان احنا نروح نتخطف يعني بس بتبقى لذيذة ان انت تكوميونيكيت مع حد انت ما تعرفيهوش، تقعدي تدردشي معاه، وممكن تلاقي نفسك بتدخلي في حاجات ما كانتش على بالك. غيري الروتين اللي انت بتعمليه، حاجات كتير يعني. استخدمي جورنال بتاعك، اكتبي how do you feel، كونكت مع نفسك كل شوية زي ما احنا بنسأل الولاد
كل يوم أخباركم إيه، عاملين إيه، حاسين بإيه، أنتِ نفسِك طبطبي على نفسِك، وقولي لنفسِك this too shall pass. when it gets stuck this إمم. too shall pass. وارجعي بُصّي للحاجات اللي كنتِ stuck فيها زمان، إمم. عدِّت حقيقي. ولقيتِ نفسِك دخلتِ في حاجات تانية، وthis is life. أنتِ متخيلة إن أنتِ your life من غير challenges، من غير obstacles، من غير حاجات، من غير negative emotions حتى، إمم. هتبقى عاملة إزاي؟ هتبقى very boring. yes. أنا دايمًا يعني لمّا حد بيسألني باقول له it's like إن أنت بتتفرج على show وما بيحصلش فيه أي أحداث يعني برّه الخط المألوف، زي ما حضرتِك قُلتِ المرّة اللي فاتت الحياة لو مش up and down ماشية That's in one line true. straight it means that's That's مش true. حياة. That's true. بالضبط. عارفة أنا في أوقات لمّا I get stuck إمم. باروح البيت بافضل قاعدة على الكنبة. ده ولا الburnout routine. والله I'm serious، ولا بابُص أيوه، أيوه. في تليفيجن ولا موبايل، ولا مغمضة عيني وقاعدة وsometimes وفاصلة. فاصلة. إمم. عشان كده باقول لِك خدي break. yes. اعملي mindful walking، إمم. ده I بيساعد love أوي. mindful walking. اسمعي صوت العصافير، بُصّي للورد، والgrounding technique بأي ويا سلام لو عرفتِ تمشي حافية مثلًا، بس طبعًا مش في الأرض في يعني، الgarden. في الgarden لو عندِك garden. لأ، الدنيا مختلفة خالص في الحاجات دي، إمم. هتخلّيكِ إن أنتِ to disconnect for a while عشان تعرفي تconnect for longer time. بالضبط، وأمّا أرجع يبقى عندي new perspective. هيبقى عندك new perspective، هيبقى عندِك energy، هيبقى عندِك حماس إن أنتِ إمم. تجرّبي بس اوعي توصلي لمرحلة الburn out، لإن لو وصلتِ لمرحلة الburn out هتاخدي وقت جامد أوي على ما ترجعي تاني تقومي تكمّلي حياتِك الطبيعية. إمم. فأنتِ once إن أنتِ you get stuck، أنا عجبني أوي إن أنتِ قُلتِ I'm stuck. acknowledge إن أنتِ you got stuck. إمم. acknowledge. في ناس الكبر بياخدها لأ I'm not stuck، اهم. لا أنا عارفة كل حاجة، لا أنا هاعرف أضبط دنيتي، لأ هاخد زقة كده وأطلع. أنا هاخد زقة حتى لو هو مشي في الwrong بالضبط. direction. إحنا بشر، إمم. يعني عندنا طاقة، إمم. وعندنا البطارية ده بتاعتنا حقيقي. محتاجة تعرفي كمان تشحنيها إزاي، ده برضه هنتكلم فيه في الself love هنتكلم في بإذن كل الله. حاجة. إن شاء الله بإذن الله. طيب يبقى إحنا بنقول لأي حد واخد دلوقتي خطوة البداية وthey are stuck ومش عارفين يتحركوا إزاي، خُد break. خُد break خُد break بالضبط، وارجع تاني. وهترجع أقوى من الأول، بأفكار أحلى من الأول. وبرضه مهم إن إحنا نسمح لنفسنا نحس بأي حاجة بنحس بيها في المرحلة دي. دي حقيقة. واسمعي جسمِك بيقول لِك إيه، بالضبط. يعني عندِك صداع، acknowledge إن أنتِ عندِك صداع، إمم. وحاولي تبقي عارفة ده جاي من أنهي source. stress، ضرسِك بيوجعِك، إمم. ضغط، يعني حاولي تدوّري على قد ما تقدري أو إن أنتِ teacher. تبقي أو teacher. طبيعي. تاني teacher، ما فيش teacher بتبقى ماشية شنطتها ما فيهاش ما فيهاش بنادول. بنادول. بس حلوة برضه نقطة إن أنا أسمع جسمي، إن أنا ما ابقاش عارفة هل أنا stuck عشان بدأت أحس إن أنا ماشية في اتجاه غلط والّا ده مجرد خوف علشان أنا لمّا اتحركت دخلت في مكان جديد عليَّ. دي حقيقة، إمم. لإن أنتِ لاحظي كده في ناس ممكن تكون من كتر ما هي خايفة بتترعش، إمم. في ناس من كتر ما هي داخلة حاجة حضرتِك جديدة. فاكرة المرّة اللي فاتت أنا كنت لسه خايفة من فكرة إني هابدأ podcast طبعًا كنت I كلنا، was shaking nervous. كلنا أول ما بدأنا حاجة جديدة كلنا كنا خايفين، اللي يقول إمم. لك أنا ما باخافش أجدع واحد بيعمل public speaking أول كام ثانية وهو طالع على المسرح بيبقى برضه خايف. إمم. فده شعور طبيعي، ولو أخدناه من الpositive side هيخلّينا إن إحنا نبقى عندنا حرص، ونبقى دايمًا بنفكّر في الحاجة كذا مرّة عشان نعملها بشكل كويس. إمم. لو أخدناها بصورة مش إيجابية أو بصورة سلبية، كل الخوف اللي جوانا ممكن يخلّينا نفضل قاعدين في مكاننا وما نتحركش، إمم. فبالتالي we'll miss many opportunities ممكن إن إحنا نexplore بمجرد بس إن إحنا خرجنا برّه الخوف بتاعنا. بالضبط، وبرضه فكرة الbreak هتخلّيني أعرف أحدد هل أنا خايفة عشان ده الخوف الطبيعي والّا أنا حاسة بحاجة غلط عشان مش ده الطريق المناسب ليّا. دي حقيقة، دي حقيقة. طيب يالّا ناخد كلنا break. يالّا ناخد break. أنا مش عايزة نبطّل كلام، بس يعني أنا حاسة إن إحنا اتكلمنا كتير النهارده، في كتير أوي يتقال، وأنا مش عايزة جميل، أبطّل كلام. جميل، حلو. أنا اتبسطت جدًا، جدًا، جدًا. thank you so much. إن شاء الله لينا ميرسي يا قعدات حبيبتي، كتير مع أكيد بعض. يا حبيبتي إن شاء الله. thank you thank you يا جدًا. روحي، ميرسي. أعزائي أبطال الwellness، رحلة الgrowth والhealing مش خطوة واحدة، دي خطوات متتالية. الأهم إننا ما نوقّفش ونفتكر دايمًا إننا مش لوحدنا.
بعد ما عرفنا النهاردة إزاي نقدر نكمل في رحلتنا، حابة أسألكم سؤال تفكروا فيه لحد المرة الجاية. إيه هي أصغر خطوة إيجابية عملتوها مؤخرا وحاسين إن ممكن تفرحوا بيها؟ في المرة الجاية هنركز أكتر على تقديرنا للخطوات والإنجازات الصغيرة دي والاحتفال بقوتنا الداخلية. استنونا. كان معاكم هايدي وذا ويلنس سكواد. باي.